السلام عليكم. مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. أول فيديو معانا في رمضان بإذن الله. بنتكلم فيه عن خطوات التعافي من البيرن اوت أو الاحتراق النفسي. النهاردة هنبدأ ناخد أول خطوة معانا إزاي نحلل الضغط العصبي بتاعنا كمرحلة أولى ومبدئية عشان نعرف نتعامل مع الضغوط اللي بتسبب لنا، سواء ضغط عصبي لو جاي من مساحات مختلفة زي ما احنا كنا بنتكلم في الفيديوهات بتاعتنا، او لو هو جاي من مساحة الشغل. بس قبل ما نقول النهاردة الخطوة بتاعتنا، احنا قررنا ان احنا يبقى عندنا معلومة وخطوة. يبقى معلومة جديدة بناخدها عن البيرن اوت، ازاي ممكن يكون بيأثر علينا وعلى صحتنا، وفي نفس الوقت ازاي نبدأ نتعامل معاه. المعلومة بتاعتنا النهاردة هتبقى عن حاجة اسمها ال RSI. ال RSI ده اللي هو Repetitive Stress Injury او الآلام الناتجة عن الضغوط العصبية اللي بنمر بيها في الجهاز العصبي والهيكلي بتاعنا. يعني في حاجة اسمها الآلام العصبية والعضلية اللي بتحصل في الجهاز العضلي بتاعنا، في العضلات بتاعتنا، اللي ناتجة عن الاسترس المتكرر. ال RSI ده او Repetitive Stress Injury او الآلام العضلية الناتجة عن الضغط العصبي، وبالذات بتبقى نتاج آلام ناتجة في العضلات بتاعتنا، هو واحد من الأعراض اللي بتبقى ناتجة فيه أو بيحصل منها ميكس بين الضغط العصبي وبين المرض نفسه. يعني في مرض بيبقى ناتج نفسه اسمه ال RSI، وممكن يحصل بينه وبين البيرن اوت وأعراضه confusion، يعني لخبطة. طيب ال RSI ده ظهر في السبعينات. ليه؟ لما بدأ تيجي أو تظهر وتنتشر نوعية الشغل بتاعة الكتابة على الآلة الكاتبة كتير، الكمبيوتر، الهندسة، شغل الهندسة والبرمجيات والديزايننج والجرافيك والحاجات كلها اللي بتحتاج إن الشخص يبقى قاعد بشكل ثابت وشكل واضح أغلب وقته. يعني أنا طبيعة شغلي بتحتاج ان انا طول الوقت افضل قاعد قاعدة معينة على الكمبيوتر واشتغل فترة طويلة، ممكن 10 ساعات 12 ساعة قاعد نفس القعدة. الاشغال اللي بيحتاج فيها مجهود عضلي معين، زي الترينر، الفتنس ترينر، المدرب بتاع الرياضة. هو مدرب الرياضة مطلوب منه طول النهار يمرن الناس ورا بعض على تمرينات معينة، فالاكسسيف منها او الكتير منها في اللحظة دي بسبب ان العضلة ما بتستحملش النوع ده من التمرين، فبتبدأ يحصل لها بسبب الاسترس عليها جرح. الاشخاص اللي بتتمرن كتير لعبة معينة او رياضة معينة، اللي بيحصل في الوقت ده انه لما عايز يمرن العضلة دي مثلا او يمرن العضلة دي مثلا، هو شغال عليها طول الوقت، فالزيادة من ده بتبدأ تجرح العضلة بسبب الاسترس عليها. بيشيل احمال معينة، بيقعد شغل معين، فده اللي احنا بنسميه ال RSI او ال Repetitive Stress Injury. الجروح اللي ناتجه في العضلات او في الجهاز العضلي بتاعي ناتج من الاسترس القائم عليها او الموجود عليها طول الوقت. طيب دي نفس اعراض اللي بتظهر على الشخص في البيرن اوت، لان الاشخاص اللي في البيرن اوت بتشتغل لفترات طويله جدا جدا جدا، بتفضل مركزة قوي في احتياجاتها في الشغل، وبيبدأ يتعرض لكل الأعراض اللي احنا قلنا عليها. وعرض جديد هنبدأ نقوله النهاردة، إن الشخص بمجرد ما تيجي سيرة الشغل في المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة بيبدأ يجيله إحساس بالدوخة، إحساس بالتعب، إحساس بالإحباط، إحساس بالألم. عارفين اللي هو نفسي غمت عليا، عارفين اللي هو انا مش قادر استحمل، نوزيا كده وتعب وارهاق ومعاناه جواه بتحصل بمجرد ما الفكره بتيجي. ده مش بس كده، ده بيجي معاه كمان اعراض ال RSI اللي هو الاصابه في العضلات. يعني الاشخاص دي بتبدا تعاني هنا بالام في الرقبه شديده جدا، الام في ايديها، في الماسلز بتاعت ايديها، بيبداوا يتعبوا من الحاجات المتكرره، من تكرار الشغل نفسيا عليهم، بيبدا يتعب الفقرات دي ويبدا يتعب العضلات دي كلها من كتر ممارسه الضغط النفسي على نفسهم فيها. فبيبدا يبقى عنده نفس الاعراض بتاعت دي، مع الاحساس ان هو مش عايز يروح لحته الشغل ومتضايق وما تجيبش سيرتها وانا مش مستحمل انك لا، يعني فكرتها لوحدها بتتعبه جدا. فدي ده اللي بيحصل من ال RSI لما بيحصل confusion بينه وبين البيرن اوت، ان دي نفس الاعراض. ال RSI لوحده ينفع يتعالج، بس هو ليه 3 مراحل. دي ان الاعراض دي بتبدا تيجي في المرحله الاولانيه في اخر يومه في الشغل، يعني يبدا يحس ان رقبته بتوجعه في اخر يوم في الشغل.
لما يخلص فتره طويله في شغله، رقبته بتوجعه، دراعه، صوابعه من كتر الكتابه، رجليه، ظهره، اخر ظهره مش قادر يقعد. ده بيبدا يحصل في اخر مرحله او في اخر اليوم في الشغل. دي المرحله الاولانيه في الار اس اي. المرحله الثانيه انه بعد فتره زمنيه بيبدا يحس انه اول ما بيجي في الشغل الالم بيبدا يجي، يعني خلاص انا بقالي ساعتين في الشغل، اوف، كتافي بدات توجعني، ظهري بدا يوجعني، صوابعي بدات توجعني، مبقتش قادر امسك القلم، مبقتش قادر استخدم الكمبيوتر زي الاول. فده بيبدا يجيله بعد ساعتين 3 من بدايه يومه. اخر مرحله اللي هي المرحله المتطوره اللي بيبدا يحصل فيها انه الالم بقى مستمر معاه طول الوقت، مش عارف ينام من الالم، مش عارف يركز من الالم، مش عارف يشتغل من الالم، الالم في كل عضلاته منتشر وانهاك شديد. ده لما بيجي مع البيرن اوت بيضاعف من اعراض البيرن اوت، وهو اوقات بيجي بسبب البيرن اوت واوقات ما بيجيش بسبب البيرن اوت ولا حاجه، هي مجرد ان الشغل بتاع الشخص بيحتاج مجهود عضلي ووضع معين في القعده لفتره زمنيه طويله. مش شرط ان هو زي اسباب البيرن اوت لما احنا كنا بنتكلم عليها، لا، ده ممكن يكون بسبب البوزيشن او القعده او الوضع اللي انا ببقى قاعد فيه لفترات طويله او الطبيعه بتاعه العمل نفسها. فتخيل بقى لما يبقى عندنا اعراض ار اس اي اللي هو الجروح المتكرره او الجروح اللي بتنتج من تكرار الشغل والضغوط العصبيه على العضلات بتاعتي مع بيرن اوت واحتراق نفسي، الشخص ممكن يبقى عامل ازاي في الوقت ده، وحجم الالم اللي بيبقى في جسمه والالم النفسي اللي ممكن يمر بيه. في اللحظه دي فعلا مش هيبقى عايز يسمع سيره شغله خالص، يعني بالنسبه له الشغل صعب جدا. طيب ايه بقى الخطوه اللي ابتدي بيها عشان ابدا اتعافى؟ زي ما احنا كنا قلنا في الفيديو اللي فات ازاي ممكن نتعامل مع الضغط العصبي بتاعنا. كنت قلت لكم في خطوه منها، الخطوه الاولانيه من 3 خطوات كده، جمعوا الضغط العصبي بيجي لكم من فين، مصادر الضغط العصبي. يعني لو احنا في بيرن اوت هنيجي نكتب كل مساحات الضغط العصبي اللي في الشغل. هل هي جايه من ريسورسز قليله؟ يعني انا مطلوب مني ان انا اقضي الشغل بكفاءه معينه، ومطلوب ان يبقى في ريسورسز معينه في الشغل متوفره، بس انا مش متوفر الريسورسز دي، ورق، كمبيوتر، برامج، حاجات كتير قوي المفروض انها تبقى متوفره مش متوفره لي. ولا هي جايه من شكل العلاقات الضاغط عليا في وقت الشغل، انه الاشخاص بيضغطوا عليا، زملائي بيضغطوا عليا في الشغل، لا مديري بيضغط عليا، انا مش قادره اقلل توقعاتي عن نفسي في الشغل. فدي كل الحاجات اللي ممكن تجيب لي ضغط عصبي، عندي تارجت والمفروض اخلصه في الوقت الفلاني، فانا بقعد امنشن كل الحاجات اللي بيجي لي منها ضغط عصبي في ورقه على جنب. طب ازاي احللها بقى؟ ازاي ابدا احللها؟ ابدا احللها بالكلام اللي موجود قدامي. انا عارفه ان الصوره مش واضحه، انا هصورها لكم، يعني هي مقلوبه بس انا هصورها لكم وهنزلها لكم، لكن هقرا لكم الكلام المكتوب ايه. اول حاجه ان انا محتاج احلل الضغط، مصادر الضغط العصبي بتاعي عن طريق ايه؟ اول حاجه ايه المواقف اللي بتشعر فيها بالضغط العصبي؟ زي ما احنا قلنا هنبدا نكتبها كلها. ايه المواقف اللي بيجي لي فيها ضغط عصبي؟ التاسكات، الريسورسز اللي مش موجوده، علاقتي بمديري، زملائي في العمل، لو في مساحات مختلفه من ضغوط مختلفه، المواصلات بتاعه الصبح، تعبي، مذاكرتي، امتحاناتي. اكتب كل ريسورسز اللي بيجي لك منها الضغط العصبي. طيب تاني حاجه اعمل ايه؟ تاني حاجه ابدا اكتب ايه اللي بحس بيه، الخطوات اللي احنا كنا قلناها، انا بحس بايه بالظبط مع كل ريسورس من الريسورسز ده. يعني انا دلوقتي هبدا اعمل الجدول ده قدامي، الجدول اللي انا حاطاه ده قدامي، وابدا اكتب في اول حاجه اليوم والوقت، الوقت بتاعي اللي بيحصل فيه الموقف الفلاني. فانا هبدا اكتب اليوم بتاعي واكتب الموقف اللي حصل فيه. يعني النهارده السبت الساعه 3:30 اللي حصل فيه ان انا تعرضت للموقف كذا 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 كذا، تمام. وبعد كده بكتب فيه الخانه اللي بعدها الاحساس اللي انا حسيته. انا حسيت بايه؟ هل انا حسيت ان انا مضغوط؟ انا حسيت ان انا متضايق؟ انا حسيت ان انا متوتر؟ وحسيت ازاي في جسمي بكل ده؟ ابدا اكتب احساسي بالظبط، اسمي الاحساس واسمي شكل الفيزيكال ريسبونس اللي بيحصل، وابدا اسجله في خانه الاحساس. بعد كده ابدا اكتب الدرجه بتاعته. الدرجه بتاعته ان انا حسيت بده من 0 ل 10 كام. يعني انا حسيت ان انا متوتر بدرجه 9/10. طيب انا حسيت ال9/10 دي فين في جسمي؟ حسيتها ان انا ايديا بتترعش، حسيت ان انا رقبتي مشدوده جدا، انا حسيت ان في خنقه في صدري، انا حسيت ان قرتي مشدوده، انا حسيت بصداع جامد، حسيت بتنميل في راسي. فببدا اكتب درجته وبكتب مع الاحساس شكل الحاجات اللي حصلت في جسمي بالظبط.
طب ده بيفرق في ايه بقى؟ بيفرق ان انا على اخر يومي بيبقى عندي اندكس، الاندكس دي فيها بالظبط الموقف بوقته، بالاحاسيس اللي بتجيني، بدرجه الاحساس في جسمي. طب برضو ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا في ان انا اولا خرجت الحاجات دي كلها على ورقه، تاني حاجه انا بدات ابقى اوير مع مره على التانيه على التالته انا في اللحظه دي حاسس بايه، حاسس بايه في جسمي، حاسس بايه في مشاعري، حاسس بايه في دماغي، افكاري عامله ازاي، انا بقيم الموضوع ازاي. هنا ده هيعلي الوعي بتاعي وهيبدا يقلل حده التفاعل مع الموقف مره على الثانيه على الثالثه. لان انت بعد ما بتعمل ده بيجي لوحدك عقلك الهاير برين بيبدا يشتغل. يعني ايه الهاير برين بيبدا يشتغل؟ فاكرين لما كنا بنتكلم على الايموشنال مايند والراشونال مايند، العقل العاطفي والعقل المنطقي؟ هشير لكم الفيديو ده تاني عشان تعرفوا اكتر عنه. اللي بيحصل في اللحظه دي ان العقل العاطفي شغال 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 لانك حاسس بخطر، وكل الاستريسورز دي جوه دماغك وانت حاسس بخطر، وجسمك عايز ياخد حقه او يهرب او يبعد عن المواقف اللي بتثير التعب ده. ففي اللحظه دي لما انت بتنزل كل ده على الورقه وقاعد تحلله بالورقه والقلم، ده الموقف في الوقت ده وحسيت بكذا ورد فعلي كان كذا وكان جسمي حاسس بكذا، فكل الاستريسورز دي بدات تنزل على الورقه. فكاني بدات انقل الضغط العصبي واقلله خالص، اقلل الهرمونات بتاعتي، وفي اللحظه دي بدات انقل التفكير لايه؟ للهاير برين اللي هو العقل المنطقي. العقل المنطقي اللي مره على الثانيه على الثالثه بياخد الايه؟ الابر هاند، يعني الايد العليا، انه يبدا يقيم الموقف. هل فعلا انا محتاجه افكر بالشكل ده؟ هل فعلا انا محتاجه اتعامل بالطريقه دي؟ هل انا كل مره محتاجه احس نفس التوتر بنفس الدرجه بنفس الطريقه؟ هل ده بيفيدني؟ عقلك بيبدا يعمل البروسيس التحليليه دي مع الوقت لوحده. دي اول خطوه، ولسه الخطوات جايه كتيره ما تستعجلوش. بس لو بدانا خلونا نجيب الاندكس اللي احنا كنا اتفقنا عليها ونبدا نكتب فيها اول باول كل يوم ايه الضغوط اللي بنمر بيها باوقاتها باحاسيسنا وايه اللي بيحصل فيها، عشان نشوف ايه اللي احنا بنمر بيه يوميا والضغوط فعلا هل هي حقيقيه ولا مش حقيقيه. واستنونا بكره باذن الله عشان نبدا البلان بتاعتنا او الخطه بتاعتنا ازاي نتعافى خطوه بخطوه من البيرن اوت. يا رب النهارده يكون فرق معاكم واخدتوا معلومه جديده. بشوفكم على خير. السلام عليكم.